يا مرحبا يا أصدقائي. من بداية الحرب في أوكرانيا نقول بأن علمنا المعاصر دخل في فترة الحروب. نشاهد اليوم بأن خليج في الدنيا حرب. متى تنتهي هذه الحرب غير معروف. نشاهد بأن إيران وجدت نقطة ضعف أمريكا والدول الخليجية، وهي أكيد مضيق هرمز، وإغلاق هذه المضيق سوف يؤدي إلى أزمة اقتصادية شديدة في عالمنا المعاصر. يدور حديث عن ارتفاعات الأسعار على منتجات نفطية، على غذاء، وعلى منتجات أخرى. ولكن لنكون صريحين، كثير من الدول تهتم باستمرار هذه الحرب الدموية في صالح إيران، زراعة فوضى بين الدول العربية، في صالح إسرائيل حرب بين الدول العربية، دور حديث الصراع السعودية والعراق، وأكيد في صالح الصين وروسيا هذه الفوضى وارتفاعات الأسعار على النفط على الغاز في صالح روسيا بشكل كبير. للأسف الشديد يلوح في الأفق أزمة اقتصادية كبيرة. يا مرحبا يا أصدقائي. من بداية الحرب في أوكرانيا نقول بأن علمنا المعاصر دخل في فترة الحروب. نشاهد اليوم بأن خليج في الدنيا حرب. متى تنتهي هذه الحرب غير معروف. نشاهد بأن إيران وجدت نقطة ضعف أمريكا والدول الخليجية، وهي أكيد مضيق هرمز، وإغلاق هذه المضيق سوف يؤدي إلى أزمة اقتصادية شديدة في عالمنا المعاصر. يدور حديث عن ارتفاعات الأسعار على منتجات نفطية، على غذاء، وعلى منتجات أخرى. ولكن لنكون صريحين، كثير من الدول تهتم باستمرار هذه الحرب الدموية في صالح إيران، زراعة فوضى بين الدول العربية، في صالح إسرائيل حرب بين الدول العربية، دور حديث الصراع السعودية والعراق، وأكيد في صالح الصين وروسيا هذه الفوضى وارتفاعات الأسعار على النفط على الغاز في صالح روسيا بشكل كبير. للأسف الشديد يلوح في الأفق أزمة اقتصادية كبيرة.